طب اسمح لنا يا دكتور جمال واسمحوا لنا مشاهدينا ننزل الشارع ونتعرف على آراء الشباب. يا ترى ازاي شايفين الفيسبوك؟ هل هو عدو أم صديق؟ لا والله انا بستفيد منه ان انا بخش جوه بشوف في ناس بتبقى طالبه حاجات معينه بشارك فيها. بس انما في ناس بتبقى العدوى ان هي مثلا بتستغل صور البنات في حاجه وحشه. فيسبوك لا جامد ما شاء الله حلو يعني. لا ما بدخلش عليه خالص. عرفت منين؟ من زمايلي يعني عرفت من زمايلي وكده يعني بيقولوا لي هو جميل يعني بيعرفنا على الناس اكتر يعني. في ناس متابعه الموضوع وفي ناس مش متابعه الموضوع، وفي ناس شايفين انه لا مالوش عيوب خالص، الفيسبوك مالوش عيوب. هذا الحماس يعني اللي موجود من الشباب واللي انتمائهم الشديد جدا للفيسبوك، ازاي غير في حياتهم؟ ازاي خلاهم يعبروا عن آرائهم الاجتماعيه والسياسيه؟ ايه اللي شجعهم في الفيسبوك؟ هو الفيسبوك يعني لو نبص له هو بقى برنامج سهل جدا. فكر في كل حاجة ممكن تفكري فيها. النهارده انا عايز احط صورة، طب انا عايز الناس تشوفها ازاي، طب اشارك ازاي، طب اكلم الناس ازاي، طب اضيف صديق ازاي. كان عندنا مشكلة كبيرة في العالم العربي، مشكلة التعارف. ولد عايز يتعرف على بنت، بنت عايز تتعرف على ولد، بالذات البنات. عشان كده هو دلوقتي قال لك البنات بقت وصلت نسبته ل 69% بيستعملوا الفيسبوك. بس 69% دي نسبة عالمية مش مصرية بس. كان زمان عشان تعرفي على بنت لازم تروحي الجامعة، لازم تروحي فرح، لازم تروحي شغل، لازم تبتدي بقى قصة وازيك وبعدين تتعرفي عليها بطريقة. يعني ممكن يقوم بدور خطبة كمان. هو انا عندي اصحاب اتجوزوا على الفيسبوك ولسه متجوزين لسه يعني ما شاء الله يعني. وفي ناس اتجوزت وفي ناس خطبت وفي ناس حصل مشاكل وحصل حاجات مش لذيذه. فحته التعارف السهل قوي المجاني، لان المواقع الاخرى كانت بتاخد فلوس عشان تعمل تعارف. وكان في مواقع نصابه تقول لك، تلاقي بنت بتقول لك ازيك يا محمد، انا مبسوطه قوي بيك، انا عايزه اتعرف عليك، وهي يعني مدفوع لها فلوس عشان تعمل كده، عشان تخلي الناس تفضل تتواصل. هنا لا، حصل نوع من الكريديبيليتي، حصل مصداقيه. هو مصمم بطريقه الCRM اللي هي كاستمر ريليشن مانجمنت. كل التفاعلات والتباديل والتوافيق اللي ممكن تحصل من تعاملك مع سايت محطوطه، ادى فرصه كمان مهمه جدا لناس كتيره قوي انها تطور. وللاسف ادى فرصه ان المطور ده يعمل اكسس على الداتا بعلمك برضه. ما انت النهارده في جروينج جيفتس مثلا، اللي هي الهدايا التي تنمو. انت بتيجي بيقول لك انا هخش على الداتا بتاعتك اللي انت سايباها على الفيسبوك، فانت بتقولي حاضر. يعني برضه مجرد ان انا عايزه انزل الابلكيشن دي عندي بالظبط. فانا النهارده ممكن اخترع ابلكيشن بسبب اختراع هذه الابلكيشن موافقتك عليها باكسس الداتا اللي عند الفيسبوك. افراد كمان مش بس الفيسبوك. طبعا. يعني اي حد دلوقتي بامكانه يعمل ابلكيشن، بس كمان بامكانه ان هو يحصل على كل المعلومات اللي ليا على الفيسبوك اذا انت قلتي اوكي. لو برضه احنا بنقول اوكي حتى في الابلكيشنز اللي بتجي لنا من غير ما نقرا. هو بيقول لك انا ليه الحق ابعت لك ميل، انت بتروحي قولي خلاص مش عايزه، مش عايزه وجع دماغ. ليه حق اخش على الداتا بتاعتك، ليه حق اتعامل مش عارف مع ايه. فبتخش تلاقي كميه من الصلاحيات انت بتديها له جاست علشان انت بتقولي انا هاخد الابلكيشن دي. برضو دي احدى حاجات الخطوره اللي بنحاول نبصر بيها الناس في العالم العربي وبالذات في مصر عندنا مشكله كبيره قوي ده يعني دينا سوري. الاب صرف على ابنه، وداه مدارس ووداه النادي وعلمه كل حاجه وجاب له كل الهدايا وكل اللعب وميزانيه البيت كلها موجهه لهذا الطفل. لما كبر شويه جاب له اللابتوب. وهو بيجيب له اللابتوب هو معرض ان هو يجيب لابنه مصيبه او يجيب لنفسه هو مصيبه بسبب عدم تبصير الاولاد او الابناء او الشباب بالعدم الاستخدام الامن للانترنت عموما، مش الفيسبوك. لان النهارده ممكن الكمبيوتر باسمه وخط ADSL باسمه، فيلاقي الاب ان هو متهم في جريمه، ان ابنه مش فاهم اللي هو عمله دوت جريمه ولا لا. طب ازاي يبصروهم، ازاي يوعوهم، وايه اللي لازم يعملوا اي اب واي ام النهارده ابنهم او بنتهم بيستخدموا الفيسبوك؟ اول حاجه الاب لازم يكون فاهم احنا بنعمل ايه. يعني احنا طبعا يعني اصيبنا بحاله من الجمود لمده كبيره جدا. يعني ربينا اولادنا على ما تربينا عليه، وفضلت الموضوع ده ماشي كويس. خلي بالك يا دينا، انت قعدتي مثلا 30 سنه عندك قناه اولى وقناه ثانيه بس. بعد كده دخل عرب سات بالقنوات، وبعد كده دخل نايل سات وصل 350 قناه. قبل كده ما كانش فيه موبايل، الموبايل بقى فيه كاميرا، بقى فيه بلوتوث. فالاهالي لازم يعني يتعاملوا مع المتغيرات او يبقى عنده القدره على استيعاب المتغيرات. لو قدر يستوعب المتغيرات، مش بس الرفض كمان، لا يعني لا استيعاب المتغيرات. بالظبط. انت النهارده يعني يا ابني ما تعديش الشارع غير لما تبص يمين او شمال. لو حد ادالك حاجه ما تاكلهاش. لو حد طلب منك عمل، يعني انت بتعلميه حاجات كتير. طب ما انت كمان لازم تعلميه الكترونيا ازاي يبقى حريص، يعني فهميه يعني ايه هاكرز،
فاهمين يعني ايه ان دي مش شطاره ولا جدعنه ان انا اخش على بيانات حد. طب لو الاب والام ما لهمش علاقه اساسا بالفيسبوك خالص ولا ليهم علاقه بالانترنت، حضرتك تنصحهم ان هم يقعدوا ويشوفوا ويجربوا وبالتالي يقدروا يفيدوا اولادهم؟ ده كان دورنا الاجتماعي، وده دور الناس اللي امنوا بالكتاب، ان احنا عايزين نبصر الاهالي الاول، بعدين الشباب، بعدين الاطفال اللي هيبقوا شباب. يعني انا بفرح اول لما الاقي ام تقول لي ابني اللي عنده 11 سنه بيقرا الكتاب. احنا كتبناه بلغه بسيطه جدا، كتبناه باللغه العربيه مع العاميه ميكس كده، نحط علشان ويبقى وكلام اللي هو الكلام الدارج. الكتاب زي ما عمل صدى محلي واهتمام كبير ونسبه مبيعات كبيره جدا ما شاء الله. الحمد لله. كمان عمل صدى عالمي، وحضرتك قلت لي في الفاصل انك تلقيت اتصال هاتفي من ريس خان، البروديوسر بتاع ريس خان. يعني عايزين نسخه من الكتاب، عايزين يشوفوا احنا ممكن يعملوا ايه. ادوني كذا اوبشن انهم ممكن يعملوا مناظره بينه وبين جماعه الفيسبوك. يعني في ناس طبعا من دول تانية اهتمت، في ناس اتكلمت من استراليا، في ناس اتكلمت ما شاء الله من المغرب كتير قوي عايزين الكتاب وعايزين اجي وعايزين اعمل ندوات، في ناس في السعوديه طالبين ياخدوا كميات من الكتاب. وبرضه نفس الحكايه، مش ان هو الكتاب لا، تعالى نعمل ندوه وتعالى نعمل تبصير بالاستخدام الامن الالكتروني. احنا كل اللي عايزينه يعني نتعامل مع الالكترونيات والمتغيرات الحديثه. وعي اول حاجه، وبعد الوعي ده هيطلع كل حاجه، يطلع ترشيد، هيطلع الفهم، هيطلع منع الجرائم التي قد تحدث بسبب عدم فهمنا واستيعابنا للمتغيرات. انا عايزه اعرف الدافع اللي دفعك دكتور جمال انك تعمل كتاب عن الفيسبوك. حضرتك مستخدم للفيسبوك وعندك اكونت على الفيسبوك ونسبه كبيره جدا من الاصدقاء، وللكتاب كمان جروب مهم على الفيسبوك. ايه اللي كان الدافع؟ الدافع احنا كنا بنعمل دراسه عاديه في الاول، يعني بالدراسه احنا شركه تسويق واعلانات وميديا، كنا بنشوف رد فعل الناس عشان نتعامل معاه كوسيله اعلانيه. واحنا بنعمل الدراسه اكتشفنا كل الحاجات اللي حطيناها في الكتاب، اكتشفنا اشتراطات الخصوصيه، اكتشفنا علاقته بالمواقع المشبوهه، اكتشفنا بالدعاوى التحريض اللي فيه. فحسينا ان عندنا دور قومي ان احنا نحط كل هذه المعلومات في كتاب. دعوى تحريض بمعنى ايه يا فندم؟ في ناس يعني في واحد يقول لك النهارده انهم يهينون دين ما، فبتخشي من غير ما تشوفي الكلام ده صح ولا لا، تروحي داخله في الجروب وتروحي مكمله وعامله. في بعض الدول عملت او في جهات قامت انها يعني عملت توقيع بين الدول وبعض، راح عامل اغنيه مثلا فيها كلام مش لذيذ على دوله، فراح المصريين ردين بأغنية تانية، بأغنية تانية، بأغاني تانية. والقصة كلها ممكن يعني واحد له هدف مش بريء طبعا ان هو يعمل حاجة زي كده، ومفيش يعني لو كان في برضه كبار بيستوعبوا وحد بيراقب اللي بيحصل، يا جماعة مش صح كده، يا جماعة اللي انتوا بتعملوه ده مش صح، الفتنة دي عمالة يعني تزيد بطريقة مش لذيذة ومش صح. كان ليه وجود على الساحة السياسية المصرية مؤخرا، ويمكن أبرزها يوم 6 إبريل وما حدث والتنظيم اللي تم من خلال الفيسبوك. زي ما حضرتك بتقول المهم هنا الرقابة. هل تنادي أو هل تتوقع أن تكون هناك رقابة على الإنترنت أو بعض الوسائل المؤثرة زي الفيسبوك؟ احنا دينا حسينا ان الحكومه فاقت او اكتشفت ان في فيسبوك لما حصل موضوع الاضراب ده. وطبعا يعني في ناس قالت ان هم ما تعاملوش صح مع الموضوع، في ناس قالت ان هم تعاملوا صح. القصه كلها يعني الحكومه زي ما انا بقول الاهالي لازم تبقوا الكترونيا واعيين زياده عن اللزوم، الحكومه لازم تكون بهذه الطريقه، يعني لازم يكون فاهم الحاجه عشان يستبق الكارثه قبل ما تحصل. لان الاضراب ده كان عباره عن دعوه تحريضيه، وفي ناس قالت من حقها تضرب، وفي ناس قالت اللي عملته مش صح. وفوجئنا في النهايه بالاختلافات في وجهات النظر اللي حصلت في الموضوع. بس في النهاية بشكرك شكرا جزيلا دكتور جمال مختار، بشكرك على حضورك وتلبيتك الدعوة، بشكرك كمان على الجهد الحقيقة المبذول في الكتاب لأنه بحث قيم جدا وشيق جدا، والحقيقة دعوة دائما ودوما للقراءة من فقرتنا كتب في صباح دريم. حقيقة الفيسبوك عدو أم صديق؟ بشكركم مشاهدينا وصباحكم بكرة صباح دريم.